اكتر كلمة بنسمعها، بس انا مش عايزة يبان عليا. دي هتسمعها وانت جايلك حالة فيلر، خدود بتسقط، مارينت لاينز، النيزوليبيال، الشفايف تخس كده او هي عايزاه تكبر، بس مش عايزة يبان عليا. مش عايزة يبان عليكي ده لما بنختار نوع كويس، ولما بنمشي بقاعدة اسمها less is more. less is more دي القاعدة اللي أنا بستخدمها سواء في الفيلر أو في البوتوكس. step by step، واحدة واحدة، نشوف جسمنا ووشنا محتاج ايه ونزود الماتيريال كلها معانا. أنا بستخدم ايه بعد 15 سنة خبرة؟ أنا بستخدم ستايليج فيلر، هو ده أحسن فيلر ليا أنا. واحدة واحدة كده. ستايليج ده فرنسي، 5 أنواع. الأنواع حسب تركيز الهيالورونيك أسيد فيها، الكروس لينكد طبعا، والسمك بتاع الدروب، لأنه كل واحدة تتحقن في مكان. ده غير ان هو طبعا عندهم لاين التجميل النسائي، بس ده مش التوبيك بتاعي دلوقتي. انا بكلمك الفيلر عموما بنقيه مش بالاتقل، بالانسب. يعني الهيدروماكس ده انا كلمتكم عليه كتير، ده 12.5 مللي جرام اوف هيالورونيك اسيد بير جرام، وده للايدين، للحفر بتاعه اثر الحبوب، ريجوفينيشن لبشرتك كلها اللي بنسميها هيالورونيك اسيد النضاره او فيلر النضاره، خطوط الرقبه، الحاجات الرفيعه جدا اللي عايزين نملاها وتنتشر، وما نعمل كده يعني ما تعملش ولا تكلكع خالص. بعد كده الانواع اللي احنا عارفينها، السوفت والميديوم واللارج والاكس لارج والدبل اكس لارج. الاكس لارج والدبل اكس لارج دول للماندبل كده والنوز، والام والال لدول ودول. والشفايف طبعا دي اشهر حاجه بنحقنها، بتتحقن بسوفت او ميديوم. انا بفضل الميديوم بتاع ستايليج، والسوفت ده بخليه كده للايه برضو التير تراف، لانه هو بيبقى تحت الجلد شويه. فالميديوم حلو جدا، وفي منه تنتد ونون تنتد. اي استفسارات اكتبوا لنا في التعليقات. باي باي.